شاء الله اللي جاي احلى، وهنفتكر الايام اللذيذه دي. اللي جاي احلى. مساء الخير. اول ما جيت فرنسا كان عندي حلم كبير قوي، ان انا اول حاجه اسكن لوحدي، تاني حاجه ابعد عن مجال الباتيمو لانه استغلال ونصب كتير جدا فيه. سنه وست شهور تقريبا او 5 شهور اشتغلت في مجال الباتيمو في فرنسا. كان عندي حلم، اشتغلت، بص اتمرمطت، والله العظيم اتمرمطت، وخسرت طبعا ركبتي ورجلي واتأثرت جامد جدا بسبب المرمطة والشيل التقيل، وعاوز اثبت نفسي لصاحب الشغل. بقلب في فيديوهاتي القديمة عشان افتكر كل ذكرى، وكنت ازاي وبدأت ازاي ودلوقتي وصلت لايه، واحمد ربنا على كل نعمة. شوفوا الفيديو ده. محمد صلاح. ان شاء الله اللي جاي احلى، وهنفتكر الايام اللذيذه دي. اللي جاي احلى. كنت دايما بصور نفسي في اي شغل بشتغله مهما كان في اي دولة في العالم، حتى في مصر. كل مكان بروحه ببدأ من الصفر وانجح بفضل الله سبحانه وتعالى، عشان ربنا سبحانه وتعالى اسمه العدل، وأن ليس للإنسان إلا ما سعى وأن سعيه سوف يرى. دايما كنت بصور نفسي وأنا في الشغل وأنا متمرمط وفي عز قرفي وفي عز النصب وفي عز استغلال، وأقول افتكر الأيام دي، افتكر ده عشان تنجح، افتكر الطريق اللي جيت عشانه، افتكر الموت، افتكر ابنك، افتكر مراتك، افتكر الأسرة المسؤولة منك، افتكر إن أنت جيت هنا عشان تبني. كل الدنيا وكل اللي حواليا وكل الناس اللي قابلتها يقولوا لي مستحيل تطلع بره مجال الباطيمو، يستحيل تعمل كذا. كلمة مستحيل ديت كانت في كل طريق قدامي، ولكن كنت دايما مؤمن وواثق في الله سبحانه وتعالى ان مفيش حاجه في الدنيا اسمها مستحيل. انا مش طالع اقضيها صعبانيات على حد، ولكن طالع اقول فعلا ان انا تعبت جسديا وخسرت حاجات كتير جدا في صحتي وفي رجلي وفي التنفس، وفي آلام فظيعة جدا بتظهر لي دلوقتي، وكل مدى الوجع بيزيد عليا، مع اني ممنوع من المشي وممنوع من الشغل وممنوع من الحركة. ولكن لو نمت مكاني او قعدت يوم من غير شغل انا ممكن اموت. مفيش حاجه في الدنيا ما اشتغلتهاش في مصر او في كوريا او حتى في فرنسا. كل حاجه كنت بشتغلها طالما بعدها حلال. اللي عاوز اقوله لك، مش مهم تبدا ازاي، المهم عاوز تحقق ايه، والمهم عاوز توصل لايه، والمهم توصل للي انت عاوزه. افضل نجاح في الدنيا هفضل مؤمن بيه ومقتنع بيه، ان الراجل اللي يجي الغربه يعرف يكفي بيته ويعرف يعيش اهله في مستوى محترم، لانك جيت عشان السبب ده. النهاية كل راع مسؤول عن رعيته، فكل واحد عارف هو جاي عشان ايه وعاوز يحقق ايه. اهم من انك تثبت للناس، انك تثبت لنفسك انت كنت عاوز ايه وبتحلم بايه، وهل بتوصل له ولا لا. نجاح كنت ايه امبارح وبقيت ايه النهاردة، مش هفضل دايما متعلق بالماضي. امبارح كنت ايه والنهارده بقيت ايه. مش عاوز اطول عليكم في الفيديو ده، ولكن الفيديو ده له تكملة مهمة جدا لازم اقولها في الفيديو الجاي ان شاء الله. ربنا يوفق الجميع، ويكون كل انسان فخور بنفسه واللي بيعمله. ما تثبتش للناس، اثبت لنفسك واثبت نجاحك لنفسك. وهفضل اقولها، اكبر نجاح في الدنيا واعظم نجاح في الدنيا انك تعرف تعيش نفسك واهلك في مستوى محترم، لانك دفعت ضريبة ده، فلازم تكون في الاساس قد ده.